في فواتير بتيجي 600 جنيه لبيت فيه 2 تكييف. 600 جنيه. لو صاحب البيت ده اتقرص مش هيشغل التكييفين بعد كده، فبيشغل تكييف واحد بيجي له برضه 600 جنيه. مصر مظلمه وزاره الكهرباء والبترول، الاثنين بيتخانقوا، كل واحده تقول ان الثانيه هي السبب. الجمهوريه بتقول ان الوزارتين اتبادلوا بالاتهامات حول سبب انقطاع الكهرباء في البلد. وزاره الكهرباء اكدت ان انخفاض ضغط الغاز اللي جاي من وزاره البترول هو السبب. وزاره البترول قالت لا، ده الغاز اللي بتورده لوزاره الكهرباء زي ما هو ما قلش، هي نفس الكميه، ده زاد كمان. لكن برضه مصر مظلمه. مصر مظلمه وزاره الكهرباء، يا اما بتضحك علينا او مش عارفه ان في حلول سريعه لمشكله قطع الكهرباء زي ما بيقول محمد مصطفى شردي في الوفد. لسه شردي بيقول انه قعد مع خبير في الطاقه من الاردن، قال له ان مشكله قطع الكهرباء في مصر بسيطه جدا. محطات عملاقه مؤقته بتتبني خلال فترات سريعه جدا وتقوم بيها شركات عملاقه تحل بيها مشكله قطع الكهرباء. شد بيقول ازاي الخبراء المصريين مش عارفين الحل ده، ولو عارفينه ليه ما بيعملوهوش؟ بيسأل هي الحكومة عاوزة تحل المشكلة فعلا ولا عاوزة مصر تفضل مظلمة؟ ما نتمناش ان مصر تفضل مظلمة، لان مصر مظلمة. وزير الكهرباء قاعد يقول تصريحاته بس. استاذ محمد علي ابراهيم بيقول في الجمهورية انه بيأيد كلام الوزير اللي بيطالب فيه بترشيد الاستهلاك، بس برضه بيطالب الوزير بترشيد التصريحات بتاعته اللي خلتنا نصدق اننا بنمتلك طاقة كهربائية ممكن نصدرها لافريقيا والوطن العربي. لكن في اول ازمة اكتشفنا ان كل محطاتنا ما بقتش قادرة على تغذية القاهرة بس بالكهرباء. محمد علي ابراهيم وهو رئيس تحرير صحيفة حكومية بيطالب اي مسؤول انه يحترم عقول الناس، لاننا مش بالغباء اللي بيتصوروه. مصر مظلمه لدرجه ان علاء عريبي في الوفد مش عارف يتكلم عن مشكله الكهرباء ازاي، مش عارف هو المفروض انه يهاجم الوزير ولا ينتقد الوزاره ولا يطالب بعزل الوزير وتعيين تاني ولا يهاجم الحزب الوطني ولا يعمل ايه بالظبط. الكهرباء دي يا اخوانا احد اهم المرافق اللي لازم الدوله تقدمها للمواطنين، والحكومه مش عارفه تقدمها، مع ان تصريحات المسؤولين بتقول ان اللي قدمته الحكومه من انجازات يفوق ما تم انجازه في عشرات السنين. لكن الحقيقه مصر مش بس مظلمه بسبب قطع الكهرباء اوقات طويله، لان دي كمان بقت مظلمه بسبب سلوكيات المصريين. فعلا احنا سلوكياتنا كشعب ممكن ترجعنا لورا وترجع الدوله لورا وامجاد وسنوات وعقود، والحقيقه مش هنعرف نتقدم تاني لاننا جوانا مش عايزين نتغير. وده اللي المفروض اللي احنا نعكف عليه الفتره الجايه، نغير نفسنا الاول. هنستمر لحد امتى؟ طيب مظلمه الكهرباء ممكن نولع شمعه او نتصرف، لكن لما تبقى مظلمه في النفوس، لما تبقى غيامه في العقول، لما يبقى كل واحد مش عارف يتصرف صح في بلد المفروض انها بتعاني من ازمات، لازم نغير نفسنا من جوه. ولازم برضه اللي بيصرفوا في تصريحاتهم يرشدوا تصريحاتهم. هل الاستاذ منير فخري عبد النور ممكن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة حزب الوفد في الانتخابات القادمة؟ يعني عمري ما فكرت في حاجه زي كده. كل حاجه وارده يعني، انما عمري ما فكرت في حاجه زي كده، ومش داخله في اطار ولا خطتي ولا طموحاتي. انما من الناحيه النظريه ممكن قوي، مش ممكن ليه؟ طب ليه مش داخله في خطتك؟ مش يعني ما عمري ما فكرت في حاجه زي كده يعني، مش تمام. انما من الناحيه النظريه وارده. ممكن وارد. الحزب وادواته وفعالياته والياته دلوقتي والطريق اللي ماشي عليه بنسبه كام الاستاذ منير فخري عبد النور راضي عنه؟ لا، نأدي نسبه صعب، انما انا يعني مؤمل انه هنعرف
بتعاون جميع الوفديين وجميع أعضاء الهيئة العليا وجميع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات هنعرف سويا نتمسك بثوابت الحزب ونرسم سياسات قائمة على هذه الثوابت ونحترم أحكام لائحة الحزب اللي الحقيقة بذلنا مجهود جبار للحصول عليها، ونرجو أن نستمر في بذل مجهود جبار لحمايتها، لأنها هي اللي أقامت هذه المؤسسات وهي الأساس للديمقراطية التي شهدتها وشهدها كل المصريين في ممارسات الحزب مؤخرا. مصر بخير يا أستاذ منير؟ مصر لا، مصر في أزمة. مصر في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية. مصر تعيش في منطقة تعيش أزمة، بتكلم عن الشرق الأوسط. إنما أنا متفائل لأننا أعتقد أن احنا بنمر بمرحلة انتقالية قد تطول، إنما هي مرحلة انتقالية وستنتهي، وعندما تنتهي هذه المرحلة الانتقالية أعتقد أنه جزء كبير جدا من مشاكل مصر ستحل. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، ونتمنى فعلا أنه فترة انتقالية ما تطولش، وأنه أزماتنا نحاول بقدر الإمكان نحلها. الأجيال اللي جاية الواحد بيشوف الأطفال الصغيرة ماشيين في الشارع دلوقتي بيقلق، مظبوط، مش على أولاده بس، لا على أجيال جاية. فهي دي المشكلة، ان الواحد خايف الأجيال دي تبقى توجهاتها تفتقد للعقلانية في الفترة اللي هيبقوا حماة البلد فيها. الحقيقة احنا في حاجة إلى مجهود جبار. احنا لازم نخطو خطوات سريعة لتملك الطاقة الذرية. نحن في حاجة إلى إيجاد الذرية السلمية. الطاقة الذرية السلمية. موضوع الطبع وخلافه لسه لا، لازم بكل طريقة نتمكن من تحلية مياه البحار. لازم بكل طريقة نزود المسرقة الزراعية المصرية. يجب بكل طريقة نوفر مية، نوفر مية من خلال تغيير نظم الري، نوفر مية من خلال تغيير التركيب المحصولي. أنا بتكلم عن وأزمة القمح. أزمة القمح عالقة في ذهني وفي ذهن الجميع. أعتقد يجب أن نعمل بجدية وبسرعة. يعني ما عندناش وقت نضيعه بقى في الكلام. أنا أشكر حضرتك أستاذ منير فخر عبد النور تشريفك لينا النهارده، والحمد لله على السلامة. من الحادثة كانت بسيطة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. دايما نلتقي بحضرتك كده في أمسياتنا الرمضانية. أهلا بيك، أنا بستمتع إن شاء الله. لا ربنا يخليك، وكل سنة وأنت طيب، وأنت بالصحة والسلامة، ويعود على حضرتك وعلى كل مصري الأيام بكل الخير. هتاكل لحمة إمتى؟ يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنت طيب، بالصحة والسلامة. صفحاتنا خلصت النهارده، ونشوف حضراتكم بكرة. مصر دايما بخير، لمصر طيبين وشعبها المحترم. سلام عليكم.